ان شاء الله اني ما سويت الا خير. امي تعبتها الغنم وبعت غنمها حطيتها في مسجد، ماني مثل بعض الرياجيل اللي باع غنم امه باع غنم امه طال عمرك ولا لا حطها لا في مسجد ولا. لكن الربع يحبون الطرافه ويحبون السوالف، وانت على ما قرع السالفه اخونا عزيز واللي تبيه يصير يصير. بغيتني اعلمك سالفه العجوز وغنمها، فابشر وين بتعفيني في بيض الله وجهه. لا والله ودنا تعلمنا بسالفتها. الله يبارك فيك، كان طال عمرك والسامع. ما يقول يس عجوزنا الله يختم لنا ولها بالجنه ووالديكم ووالدي كل مسلم. اللهم امين اللهم امين. مع غنم تعبتها وكل يوم وهي عندها في الليل وفي الصباح والفجر والظهر وكل وقت وهي ما عاد بنشيطه، وحاولنا نريحها منها وهي تحب الحلال هذا. المهم اتفقنا معاها ان نبيعها ونحطها في مسجد، وقلنا هذا ويلا انها وافقت. اي والله، وجبنا لها زبون وسام الغنم بسومة ما هي بجيده وهاشت عليه وهالحكي. المهم احنا نبيها تروح معنا المنطقه الشرقيه ونبي نبعدها من الغنم، نبيها ترتاح. عودنا يا طوال العمار قنعناها ورحنا بها المنطقه الشرقيه، وجلست انا عند الغنم ارعاها وادور لها زبون واذبح منها وها. ويوم وصلت هناك في جو قشران نعلموها، قال الغنم صرح عليها ولد زعماها ذبحها وقام يهديها وقام ولا والله ودي بها تغلق الغنم، انا بها بخلص منها. ما لا جالها زبون يشتريها وقمت اذبح وحي بالنشامه، واللي مستعجل نزقه في ضيفته في السياره معه، واللي في تهامه الحكم ذبيحه حنذها ونقلقل هناك وهذا. ومن هالحكي الزبده جاء فيها سالفه، والعجوز علمت في الشرقيه بلا هذا لا الذبح والسدح في الغنم، وجعلت علي وارسلت لي كلام وتطرقت هالسالفه وبعلمكم بها. سلمت. ومعي اصدقاء لي يوم شافوا الذبح والسدح لا والله غير يوم كثروا صدقاني، كل شوي يجيني مجموعه. اي والله. لكن يقول في القصيده يا طوال العماره الله الله، نوينا بدع الشعر بسم الله الرحمن، يا خالق الدنيا وعالم ما فيها، طلبناك وفقنا وعذنا من الشيطان، وارحم ضعفنا واقبل صلاة نصليها. انا جابني للشعر ومدرج القيفان، خواطر طريفة للنشامة نسويها. اشوف مضيف الله تقول وش حال الظان، وهي ما درت وش الله مسوين فيها. قبل ما تسافر قال تحذر من السرقان، وكثر علفها واسقها وانت راعيها. عساني لي عودت لان التيوس اسمان، نخلي المقاني والذبايح نلقيها. وقلت ابشري روحي وانا للصبي ومهان، والصبح اسرحها وفي الليل اضويها. وبهب لها حب وقضب من البستان، ولا ني مزعلها ولا ني موذيها. وعسى الله يستر يا العجيز من الضيفان، اللي وصلوا الضيفان انا وين اخفيها. لجوك الضيفان وانت عندك حلال لازم تذبح. يا سلام. هي وبعد فترة جو خبرة كلهم صدقان، ومن صاح من كثر المشاكل وقع فيها. ولاني في ابن مريض صاحبه فهو انسان، صدق وله فزعات ماني بناسيها. ولاني في ابن حابي ولاني في ابن بيشان، اكرم الحياة يا ربي انك تحييها. ولاني في الستة عيال البن سلمان، اعزاز علي ولا معي عذرة فيها. ولهم اعزاز كلهم اصدقاء واخوان، ولا جالي عذرة ان اعتذر فيها. وعودت للساطور وبسم الله الرحمن، وصرت اتوجس وين هو الودس فيها. ورحنا على ذا الطبع وقت من الازمان، اذبح وزاد الكلب الاسود رثع فيها. وبعد فتره جول الغنم اللي هم اصدقائي ولينهم زعلان، يقولون كانك يا ولد ما تغذيها، يقولون ما شاء الله امك غنمها اسمان، ويقولون ذي حايل وهذه بنشريها. وكان التيوس صغار لا كان بالخرفان، وناخذك معنا في تهامه ونشويها. ونحطك على المركب بعيدا من الدخان، مقلقل وشوي وكل بوها نسويها. عليك الذبايح بس والنعم يا البطران، وباقي المقاضي كلها نجي. وش البقاضي اللي باقي؟ البصل والملح. والذبايح علي انا اذبح غنمي الله يجزاهم خير. عليك الذبايح بس والنعم يا البطران، وباقي المقاضي كلها نجي لك فيها. لكن لا جبت الذبايح لا تجنب عن الجذعان، ترى اللي كبيرين سنها ما ندانيها، قوي يلحمها وفيهم الربعنا شيبان، بعضهم يسنونه توهم مسوين فيها. ولا باحت الجذعان حول على الثنيان، ولا هي رباع نجيبها احنا نمشيها. ولا خلصت جمات حصل ولو قطعان، فحل تيس
عن المحنة نارها فيها. يا سلام. اهم شيء الصدق والنعم يا البطران، ترى لك عوايد طيبه لا تخليها. المهم الرجال قاموا يمدحوني وانا ما قال تفاعلت مع المدايح وذبحت غنم العجوز. نعم والله يا ابو سيد. عليكم زود. المهم وصل العجوز العلم ولا هي تقول ولا هي تتصل علي. قال وصل العجوز العلم من طرف العربان واعطاها الخبر بكل الطريقه وما فيها، ولا هي تتصل وتقول وش فيك يا تهربان؟ ناس تغديها وناس تعشيها، ذبح غنيماتي لا خوف ولا غفران، انصف الليالي في تهامهم سريها، كان كريم هلقوا السوق في موجان، خل غنمي لا عاد تقرب حواليها، توكل على الله روح يا طير بن برمان، مثل ما يقول الناس حميها حراميها. عجوز عصبت، قلت يا عجوز الخير عوذي من الشيطان، ما باقي الا 5 خليني انهيها. ايش قالت؟ ايه قلت يا عجوز الخير عوذي من الشيطان، ما باقي الا 5 خليني انهيها، لكن 3 دقائق كل منهم مع